السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم كيكه العيد. تحضروها نهار ليله العيد، كتجي لذيذه بزاف وكتجي مزيونه بزاف في المذاق، وفيها واحد المكون كيعطينا واحد المذاق لذيذ بزاف. نخليكم مع المقادير والطريقه تحضير وفرجه ممتعه. عندي هنايا الدقيق 3 ديال الكؤوس، عندي هنايا 3 جزرات محكوكين، نص كاس الزيت، كاس ديال السكر، وعندي هنايا 6 ديال البيضات، قبصه ملح. غادي نذكر في المكونات ونخلي المقادير في صندوق الوصف. غادي نطرب البيض مع كيس ديال الفاني وقبصه ملح. غادي نطلعو مزيان، وغادي نضيف كاس ديال السكر، كاس يكون ما عمرش بزاف، والحلاوه كتبقى دائما على حساب الذوق. صافي هنا كنبقى نطرب مزيان ديك البيض مع السكر حتى كيتضاعف الحجم ديالو، كيتغير اللون ديال البيض. غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت نباتي. هاد الكيكه صحيه، فيها المكونات مزيونين بزاف، وكتصلح ايضا كتر في الشتوى. هي تقدر تناولوها دافيه سخونه او بارده، يعني كتجي مزيونه بزاف اكثر في الشتوى. عندي هنايا علبه ديال دانون الياغورت بنكهه الفاني. صافي هنا بعد ما طربت كلشي كنضيف واحد بعض القطرات ديال الخل، وكنضيف ديك 3 د الجزرات محكوكين. عندي ملعقه كبيره د القرفه وملعقه كبيره د السكنجبير وشويه ديال الكوزه، وعندي 100 غرام ديال الزبيب و100 غرام ديال الجوز يعني الكركاع. صافي هنايا كنبقى نعمل الدقيق والخميره الحلويات. عندي هنايا 16 غرام د الخميره الحلويات و3 ديال الكؤوس ديال الدقيق. كنخلط هيدا غير بملعقه، يعني بلا طراب. صافي كتجي العجينه شويش ثقيله شويش. هنا غادي نضيف الكاس الثالث. انا ضفت هنا 3 ديال الكؤوس كبار، تقريبا 300 غرام بالميزان، اللي عنده الميزان يعبر 300 غرام. صافي ها القوام اللي حصلت عليه. غادي نجيب هنايا القالب، دهنته بالزيت والدقيق ودخلته شويش المجمد باش ما يلصق ليش. صافي هنايا كنكب الخليط، كيجي ثقيل على هذا الشكل هذا. وعندي الفرن مسخن على 180 درجه، كنخليه كنطفيه من الفوق، كنخليه شاعل غير من تحت حتى كتطلع الكيكه كطيب. واذا بقى ما تحمرت ليشي كنشعلها واحد 5 دقائق من الفوق. صافي كندخلوها للفرن حتى كطيب. انا داتني هنايا 40 دقيقه في الفرن، على حسب الفرن ديالكم. تقدر تديكم 35 دقيقه، تقدر تديكم 40 دقيقه، بحال اللي داتني انا 40 دقيقه. صافي حتى كانت وجدت على هذا الشكل هذا، كتجي بهذا الشكل هذا، ديك اللون ديال القرفه واللون ديال الجزر يعني كيواتي معاه، كيجي المذاق ديالو والريحه ديالو مزيونه بزاف. غادي ندوزو نحضروا الكريمه. عندنا 2 كؤوس ديال العصير البرتقال، 3 ديال الملاعق ديال النشا والسكر، 3 ملاعق سكر، كيس ديال الفاني، كيس ديال الفاني وكيس ديال الفلون ديال تشينو بنكهه الفاني. صافي هنا كنكب الكاس ديال العصير البرتقال، وغادي نزيد الكاس الثاني. صافي وكنضيف المكونات الكل، عفوا كيس ديال الفاني والسكر والنشا. صافي وكنخلطو مزيان، وكنعملو فوق البوطه حتى كيطيب ديك النشا وديك الخليط كامل. يعني كتغلي المهم 3 دقائق، كتخليوه فوق البوطه. صافي وكتطفيو عليه. صافي كنخلطوه هيدا على بارد، عاد كنضيفوه فوق النار. صافي بعد ما طاب الخليط ديال الفلون كنضيفو في القالب بعد ما غسلته ومسحته من الكيكه. صافي كنضيفو هيدا واخا باقا سخون، يعني كتضيفوه في القالب، ما خصوش تخليوه حتى يجمد باش يلصق في الكيكه. واذا جمد ما غاديش يلصق يعني في الكيكه. غادي نعملوه
في الوسط الكيكه كتجي في الوسط، خص يكون باقي جاري هيدا. صافي هنا كنجيب الكيكه نعملها في القالب، كنرجعها في القالب باش كتعطي واحد المنظر جميل ملي كتقلب. صافي هنا كنجيب الكيكه وكنرجعها بحال اللي كانت في الاول. صافي كنبقى نضغط مزيان حتى ديك الكريمه كتبقى كتبقى تخرج في الجوانب. صافي واذا واحد البلاصه ما طلعتش كنبقى نميل القالب حتى كنشوف يعني الكريمه طلعت في الجوانب كلشي. كنعملوها في المجمد او في الثلاجه عاديه حتى يعني كتبرد مزيان كتجمد. صافي هنا كنقلبوها في الطبسيل ديال التقديم بعد ما خرجتها من الثلاجه. كتجي على هذا الشكل هذا، كيجي واحد المنظر جميل بزاف. تحضروها نهار العيد ان شاء الله يا ربي. كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى تجربوا هذه الكيكه، كتجي صحيه ولذيذه بزاف في المذاق، وبالمكونات اللي ضفت لها كتجي واحد الكيكه خطيره. كنتمنى تجربوها. نخليكم الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم وعيد مبارك سعيد.